نت تزف أسعد خبر لأصحاب المعاشات 25 مليار جنيها بين أيدي أصحاب المعاشات وتكليفات عاجلة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن 10 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات. خبرنا الثاني: مفاجأة سعيدة من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ل10 مليون مواطن مصري في بداية عام الميلادي الجديد 2021. الخير قادم يا أصحاب المعاشات. خبرنا الثالث في هذه النشرة الإخبارية الهامة: خبراء الأرصاد الجوية يؤكدون شبورة ورياح وأمطار على بعض المحافظات. وإليكم التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، وإليكم تفاصيل نشرتنا الإخبارية الهامة وتغطية إخبارية كاملة لجميع الصحف المصرية والعالمية. أدعوكم أولا للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتعالوا نتعرف على تفاصيل هذه النشرة الإخبارية الهامة الذي لحقناها منذ قليل بالعناوين. وجاء سعيدة من التأمينات الاجتماعية 25 مليار جنيها بين يدي أصحاب المعاشات ودعم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتكليفات جديدة لأصحاب المعاشات. دائما التأمينات الاجتماعية وممثلها رئيس التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوضة ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج بتوجيهات سريعة وبسيطة من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبتكليفاته الدائمة من أجل محدود الدخل من أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية في هذه الظروف الحالية علينا بانتشار فيروس كورونا المستجد. ومن بداية جائحة كورونا والسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اهتمامه الأول والأخير فهو مهتما جدا بأصحاب المعاشات ومحدود الدخل في الدولة المصرية. وتكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للواء جمال عوضة ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج من آخر قوله: إن إياكم وأصحاب المعاشات وتكليفات بأموال كثيرة لأصحاب المعاشات. وحول تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتحويل التضامن والتأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة الحالية المقبلة في عام 2021 تحويلا رقميا الذي ينص عليها حقوق أصحاب المعاشات وتضمن حقوق أصحاب المعاشات ووفر وقت أصحاب المعاشات لكي يستلموا أموالهم. وزفت في أواخر هذه الأيام وفي بداية العام الجديد 25 مليار جنيه زفتهم وزيرة التضامن الاجتماعي بين يدي أصحاب المعاشات الآن الدكتورة نيفين القباج. بما أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن 25 مليار جنيه بين يدي أصحاب المعاشات للشريحة الثانية التي تصرف، وإن تمت صرف الشريحة الأولى لمعاشات شهر 1 2021 مع تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام الزايد أثناء جائحة كورونا وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين أصحاب المعاشات، متضمنا أحسن الوقاية خير من العلاج لأصحاب المعاشات. وبناء عليه تكليفات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومراقبتها من غرف العمليات الخاصة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة آليات صرف المعاشات شهر 1 2021 وتكليفات صرف الدفعة الثالثة للعلاوات الخمسة. وقد أذنت القباج بصرف العلاوات الخمسة للدفعة الثالثة لما يقرب 2,461,000 مواطن مصريا كانوا يستحقون العلاوات الخمسة والذي نص عليهم حكم المحكمة الإدارية العليا، وإنهم يصرفون مستحقاتهم بأثر رجعي للشريحة للدفعة الثالثة. وإن الدفعة الثانية الشريحة الثانية تصرف الآن بقيمة مستفيدة 2,500,000 قائم للصرف من أصحاب المعاشات اللي هي تقوم أزيد من 2,000 جنيها حتى 3,000 جنيها. وتابعت القباج في بيان لها مع رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال غرف العمليات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي آليات صرف المعاشات من جميع مكاتب البريدة والبنوك الأهلية والماكينات الإلكترونية الحديثة الذي يصل عددها 12,000 ميكنة إلكترونية.
وبناء عليه قامت الدكتورة نيفين القباج باستقبال عدد كبير من الشكاوى أصحاب المعاشات بسبب كارتميزا الجديد الذي يتم تفاعله بداية السنة الجديدة 2021 من جميع مكاتب البريدة والبنوك الأهلية خلال هذه الفترة الحالية. وقد تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عديدا من الشكاوي بسبب تفعيل كارتميزا الجديد، وهناك البعض من المواطنين المصريين لم يعرفوا يفعلوا هذا الكارت وتشغيله، فأذنت القباجة ليقوم هناك استعلامات من خلال هذه البيانات تتوفر بيانات كاملة من أجل كارتميزا الجديدا في جميع مكاتب البريد والبنوك الأهلية، وإرشادات حول كارتميزا الجديد يتسلم معه أو أحد العاملين يدرب المواطنين عليه. وننزل لكم شرحا كامل حول كارتميزا وتشغيله في الأوقات القليلة القادمة إن شاء الله. خبرنا الثاني بشرى سعيدة من الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ويزفها البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام في بداية العام الجديد. قام البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وزمائله أصحاب المعاشات يهنئهم بالعيد الميلادي الجديد عام 2021، متقبلا إن عام 2020 حققنا المزيد والمزيد من عمليات الصرف لأصحاب المعاشات، ونجحنا في قضية أكبر قضية للعلاوات الخمسة وأكبر قضية لأصحاب المعاشات وهي العلاوات الخمسة، وما زال بقية في العلاوات الخمسة في 2021، وهي موعدنا يوم الخميس الموافق 14/1/2021 إن شاء الله من قبل المحكمة، لكي نحصل على حكما قضائيا ل8 مليون ونصف مواطن مصري سقطت أسماءهم من كشوف صرف العلاوات الخمسة. وإننا ماشيين ومجاهدين في طريق رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات خلال هذه الفترة الحالية، ولأننا رافعين قضية أيضا لرفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات تنص هذه القضية على رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيها حسب نص القانون والدستور عن مادة 27 دستوريا الذي استخدمها البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات واستعرض بها أمام قضايا المحكمة. وهناك قضية ثالثة أيضا يجاهد فيها الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وكشف عنها البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أيضا، وهي 30% المنحة الجديدة لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور الذي شغل رئيسا جمهوريا للدولة المصرية قبل عبد الفتاح السيسي في عام 2014 لمدة عام كامل. وقد هو أيضا صدر قرار بمنحة 30% لأصحاب المعاشات ولم يحصلوا عليها أصحاب المعاشات، وقد يجاهد البدري فرغلي من خلال هذه المنحة الجديدة لكي تنجح فيها الاتحاد العام في تطبيقها في عام 2021 إن شاء الله لأصحاب المعاشات. وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: زمائلي أصحاب المعاشات، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عام جديدا ميلاديا جديدا عام 2021. عام 2020 حمل معه متاعبا كثيرة للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بس كانت فرحتنا كبيرة عندما انتصرنا وحققنا أمالنا بحول قضيتين مهمتين، وهناك أبرز وأهم شيئا قضية العلاوات الخمسة الذي نصرنا فيها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتم صرفها للمزيد من أصحاب المعاشات. وأيضا هناك طلبنا بعدة مطالب كثيرة لأصحاب المعاشات وتحقق منها المزيد، وهي أيضا تخفيف الأجرة التعريفة لأصحاب المعاشات على النقل والمواصلات وتتحققت في نهاية عام 2020. وهناك أيضا مطالب كثيرة حول تخفيض الكهرباء لأصحاب المعاشات وتوفير العلاج اللازم مجانا لأصحاب المعاشات وتوفير أيضا المزيد من المنح المدرسية والدراسية والعيدية كعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد رأس السنة الميلادية ونصر أكتوبر.
وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: شاركونا في هذه الفيديو الهام جدا بتعليقاتكم، وقفوا بجوارنا يوم حكم المحكمة الإدارية العليا الذي تنص وترد حقا 8 مليون مواطن يوم الخميس الموافق 14/1/2021. إن هذا اليوم أن يكون يعد يوما تاريخيا في السنة الميلادية الجديدة عام 2021. يا رب اجعلها سنة سعيدة على المسلمين وعلى أصحاب المعاشات. كل عام وأنتم بخير زمائلي أصحاب المعاشات. زمائلي أصحاب المعاشات، اترك تعليقك الآن بالرد على الأستاذ الفاضل البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام بتهنئة بسيطة وصغيرة لكي تسعده في أسفل الفيديو في التعليقات، وأيده في قضية العلاوات الخمسة وغيرها في رفع الحد الأدنى للمعاشات في أسفل الفيديو في تعليقا بسيطا ولائك للفيديو وشير لكي يصلك كل جديد. خبرنا الثالث في هذه النشرة الإخبارية الهامة: شبورة مائية كثيفة والأرصاد تحذر، ورياح وشتاء في نفس الوقت. أكدت خبراء الأرصاد الجوية منذ قليل إن الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد المصرية والمحافظات بأكملها ما زالت مستمرة، وحتى تقوم بالضبابة أو التليجة الثقيلة جدا حتى تمنع الرؤية البصرية على بعض الطرقات. واتخذت إجراءات احترازية هامة ولازمة خبراء الأرصاد الجوية وفقا مع إدارة المرور المصرية على غلق أكثر من 18 طريقا بعد حادثة اليوم الذي ضاع فيها 17 شهيدا في الأقصر بسبب الشبورة المائية. وتحذر أيضا خبراء الأرصاد الجوية حول وجود الشبورة المائية، وتمنع السائقين من القيادة أثناء هذه الشبورة المائية الكثيفة حفظا على أرواحهم وحفظا على امتلاكاتهم خلال هذه الفترة الحالية. أكدت أيضا خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الجو دافئا نهارا شديد البرودة، ليلا يكون الهواء نشطا عصرا على سلاسل الجبال البحر الأحمر خلال ساعات العصار. أما حول السحب المنخفضة والمتوسطة، تشهد بعض المحافظات جمهورية مصر العربية شبورة مائية كثيفة، والسحب المنخفضة والمتوسطة على البحر الأبيض المتوسط والإسكندرية وكفر الشيخ وبلطين ودمياط، بما تؤدي إلى فرص سقوط الأمطار خفيفة حول متوسطة. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أشكركم على حسن استماعكم. دمتم ودامت أوقاتكم، وإلى اللقاء في هذه التغطية الإخبارية، والسلام عليكم.